يا ترى إيه أغلى من النجاح والفلوس؟ وإزاي ممكن تلاقي كنز حقيقي في مكان محدش يبص له؟ دي حكاية قط وبطة غيرت حياتهم، وردة مستخبية. في البداية نبدأ بالصلاة على النبي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. في مدينة زحمة عايش القط الشيك زقزوق والبطة الأنيقة زقزوقة. حياتهم كانت تبان مثالية ومليانة رفاهية، بس جواهم كانوا حاسين بتعب وملل. في يوم لقوا أرض مهجورة وشكلها وحش بين العمارات. زقزوقة حست فيها بأمل، وقرروا يزرعوها بهدوء وصبر. اشتغلوا فيها بحب، ومع الوقت الأرض اللي كانت خرابة دي بقت جنينة مزدهرة. هنا فهموا إن الغنى الحقيقي مش في الفلوس ولا النجاح الظاهر، لأ، الغنى في اللي بتزرعه وبتراعيه وبتشاركه مع غيرك. قلبهم مرتاح وبقوا نور وأمل لغيرهم في المدينة، دليل إن السعادة الحقيقية بتلاقيها في أبسط الحاجات وأجملها. ودي أصحابي كانت حدوتتنا. إيه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا قصص تانية.